قبل الفيديو افتكر إن التطوير رحلة وانت بدأت أول خطوة. في نفس الموقف ناس بتطلع أقوى وناس بتطلع أضعف مع إن الحدث واحد. يبقى السؤال هنا إيه اللي مختلف؟ المختلف هو رد الفعل، وده بالظبط اللي بتتكلم عنه أول عادة في كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فعالية. كن مبادراً. كن مبادراً يعني ما تكونش عبد للظروف، ما تقولش غصب عني، ما كانش في إيدي. المبادر بيعترف بحاجة واحدة بس: أنا مسؤول عن رد فعلي. أي حاجة بتحصل لك اسمها مثير، بس اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه إن بين المثير والاستجابة في مساحة. المساحة دي هي حريتك الحقيقية، تقدر فيها تهدى، تفكر وتختار. غير المبادر بيسيب الحدث يسوقه، يغضب، يندم، يلوم، وبعدها يقول أصلي تعصبت. ستيفن كوفي بيقول لغتك بتكشف عقليتك. لما تقول ما أقدرش هو السبب، أنت كده بتتنازل عن قوتك. لكن لما تقول هحاول، أنا أقدر أختار، أنت كده مبادر. في حياتك دايرتين: دايرة اهتمام فيها حاجات بتقلقك بس مش في إيدك، ودايرة تأثير فيها حاجات تقدر تعمل فيها فرق. المبادر بيركز على دايرة التأثير، ومع الوقت دايرته بتكبر وحياته بتتغير. العادة الأولى هي الأساس. طول ما أنت مش مبادر باقي العادات مش هتشتغل. في الفيديو الجاي هنكمل وندخل على العادة التانية. ابدأ والنهاية في ذهنك. لو حاسس إن الفيديو لمس حاجة جواك اعمل اشتراك واستنى باقي العادات، لأن عادة واحدة ممكن تغير حياتك.